هاي جايز، يا رب النهارده يكون يوم مليان امل، فرحه وسعاده، والاهم من ده كله ضحكه حلوه طالعه من قلبنا. النهارده الفيديو زي ما قرأت في العنوان هو تقييم مسلسلات رمضان 2023. بس قبل ما نبدا بالفيديو، ريت تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه. كمان تكتبوا تحت كومنت لطيف. وسؤال الفيديو بتاعنا النهارده هو ايه المسلسلات اللي انتوا بتتابعوها السنه دي في رمضان؟ وانا اجابتي هتكون في اخر الفيديو. هقول لكم ايه المسلسلات اللي بالنسبه لي بحبها وبحب اتابعها. وتقريبا كده انتوا هتعرفوا تحللوا المسلسلات اللي انا بحبها من كلامي او من تقييمي للمسلسلات السنه دي. وبس، ويلا نبدا بالفيديو. انا بس حاولت اعمل انترو سريعه جدا 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 علشان يعني مضيعش وقتكم، واللي وراه حاجه يروح يعملها زي ما انا كده ورايا حاجات كتير قوي، وقلت خلاص هروح اعمل فيديو. بس طيب، اول مسلسل معانا هو الهرشة السبعة. والحقيقه اللي انا شخصيا بحب امينه خليل جدا. كونت الفكره دي او حبيتها كممثله في المسلسل بتاع السنه اللي فاتت اللي هو خلي بالك من زيزي، حاجه زي كده. حقيقي كنت بحبه جدا وبحب اتفرج عليه، وكنت بستناه كل يوم وبتفرج على الحلقه اول باول وكده. فالمره دي كمان هي عامله مسلسل حقيقي قمه الروعه. اي نعم، هو قول السؤال تاني. عمل مشاعر مختلفة عند كل واحد فينا او كل شخص فينا. يعني مثلا في اللي اتعقد من العلاقات والحب والجواز، لا وفي ناس فكروا انه لا، ده في ازواج متفاهمين، انه شوفوا هو ازاي بيستحملها، شوفوا هو ازاي بيقف جنبيها. كل الحاجات دي يعني كل واحد وشخصيته ازاي شاف العلاقات المختلفة جوه المسلسل ده. وانا حبيته جدا واتفرجت عليه. وعايزه اقول انه بالنسبه لي انا كان كويس جدا انه يبقى 15 حلقه بس. يعني حسيته لو كان زاد عن كده كان هيبقى سخيف شويه، او كان هيبقى فيه مط في الاحداث. ليه اهل نادين اللي هي امينه خليل في المسلسل ليه ما رجعوش لبعض؟ يعني مش عارفه، بس حسيت انه مش واقعيه قوي ان هما ما يرجعوش لبعض. مش عارفه، انا ده رايي، بس حسيت ان هما بقالهم مثلا 30 سنه مع بعض، فصعب قوي ان هما بعد ما ينفصلوا. كنت حاسه ان هما مش هيبقوا مرتاحين وهيرجعوا لبعض تاني، لانه مش عارفه، حسيته ان ده المنطقي وان ده الصح. الله. اوكي، المسلسل رقم 2 وهو الف حمد لله على السلامه، بتاع يسرا ميان السيد وكل الممثلين اللي فيه. الحقيقه ان انا اول ما شفت البرومو بتاع المسلسل كنت متحمسه جدا ليه، كنت مبسوطه قوي منه. والحقيقه ان انا شفت اول حلقه فانبسطت، شفت تاني حلقه فانبسطت. بس حسيت بعد كده انه رتمه بطيء جدا، وان انا طيب هي هتفضل كام سنة تقعد تدور على بنتها مثلا؟ طب ابنها التاني تاه، طب مش عارفة هتقعد تدور على طنط سوسو دي امتى؟ طيب فاهمين؟ فحسيت انه لا، هم طولوا قوي. انه لا، كان المفروض يحطوا احداث اكتر من كده، يحطوا حوار اكتر من كده في القصة. فده بالنسبه لي. بس انا القصه عجباني جدا، بس الحقيقه مثلا انا ما قدرتش اكمله للاخر، لان انا اصلا ببقى اوريدي متوقعه الاحداث بتاع الحلقه الجديده. يعني مجرد اللي انا اتفرجت على الحلقه بتاعت النهارده، فانا حاسه انه اللي هيفوتني مش كتير، فممكن اصلا اشوفه على الفيديوهات اللي بتيجي على الفيسبوك مثلا او على التيك توك. بس هو المسلسل عاجبني وقصته حلوه جدا. وعلى عكس ناس كتير قوي، بس انا عاجبني شخصيه ميان السيد، سماح اللي هي سماح كندا، اللي هي بتعمل دوره ميان السيد، على عكس ناس كتير. وناس كتير قوي علقوا على طريقه نطقها وعلى طريقه كلامها. بس انا شايفه من وجهه نظري انه الناس مش كلها شبه بعض. يعني مثلا هنا في ناس عايشين في مصر هتلاقيهم ما بيعرفوش يتكلموا مثلا عربي. هتقولي طب ازاي؟ طب هم عايشين في مصر، هو كده يعني. ممكن تكون النشأة بتاعتهم كانت في مصر. عايز جملة مفيدة. حاسه ان انا بتفلسف زياده. اوكي، يعني انا بقول اوكي، عايزه اوصل معلومه ان الناس مش شبه بعض. ان في ناس طول عمرهم مثلا عايشين بره وهتلاقيهم بيتكلموا عربي يعني لبلب زي ما احنا بنقول. بس يعني انا بقول ان الناس مش شبه بعض. انا عجبتني شخصيتها جدا، وشكلها كيوت كده ولذيذ بشعرها الكيرلي ده، فكانت قمر قمر. المسلسل رقم 3 وهو جعفر العمدة. يعني كل يوم ببقى فعلا عندي فضول رهيب ايه اللي هيحصل في الحلقة اللي بعديها. اكتر مسلسل انا بالنسبة لي ده اكتر مسلسل انا بحب اقعد اتفرج عليه، وحقيقي افضل مركزة بس، ولا ماسكة الموبايل ولا عاملة اي حاجة، بس بفضل مركزة كده معايا حاجة اكلها او اشربها وبس، عاملة كده. بس فعلا المسلسل مليان احداث، يعني في احداث كتير جدا. ولما المسلسل بيخلص بتحسي ان انتي شبعتي، بس عندك فضول تعرفي ايه اللي هيحصل المرة الجاية. برغم ان المسلسل اصلا تقريبا احداثه كلها محروقه. يعني هو اصلا
احنا اوريدي فاهمين القصه، عارفين مثلا مين ابنه، لسه عندنا فضول وعايزين نتفرج. فانا بالنسبه لي ده احلى مسلسل تقريبا في رمضان السنه دي يعني. لا بجد حقيقي قمه قمه الروعه. واللي بيضحكني طول الوقت انه دايما بيبقى فيه قبل رمضان او لما بينزل البرومو بتاع اي مسلسل او كده، فلما بينزل البرومو بتاع مسلسل محمد رمضان لا هو قصته معروفة، اكيد هيمثل دور ابوه وابوه هيكون مات وهو هيعمل دوره بداله، الحاجات دي يعني. وفي الاخر اللي احنا بنتفرج كمان، فدايما بيقولوا ان المسلسل بيبقى فاشل وكده. بس مش عارفه، انا نفسي اشوف حد ما بيتفرجش على المسلسل. فانت مثلا لو ما بتتفرجش على المسلسل، فانا من رايي الشخصي انه بعد رمضان حقيقي هتمتلك. انت ممكن تكون عارف الاحداث، احنا اصلا كلنا عارفين الاحداث، بس هتحس ان انت فعلا بتتفرج على مسلسل شبعان منه. مش عارفه، انا شايفه ان المسلسل حقيقي قمه الروعه. واكتر شخصيه عجباني في كل المسلسل ده هو صفصف، لانه الملكه صفصف عارفه، حاساها شخصيه حقيقيه. انا عمري ما شفت حد كده، بس انا حاساها شخصيه فعلا حقيقيه، اللي هو مع احترام يعني، بس لسانها طويل بس انت تحبيها، صريحه جدا. لو تقولك طبليلي احبك طبليلي احبك. فانا عاجبني جدا المسلسل. نيجي بقى للنص التاني بتاع رمضان، اللي انا شايفه بالنسبه لي احسن جدا من النص الاولاني. بصوا انا عاجبني جدا حوار ال 15 حلقه ده. يعني انا بالنسبه لي بحب حته انه اتفرج على مسلسل مثلا مكون من 5 حلقات 10 15، بحس ان هما فعلا هيدوني حته انه هتفرج وابقى مبسوطه ان هو كده 15 حلقه، فانا هتفرج عليه وهخلص. هتكلم النهارده على مسلسل بتاع غادة عبد الرازق. حقيقي عجبني بجد، عجبني انا وانا مش فاهمه اي حاجه فيه، يعني حرفيا مش فاهمه مين مات ومين عاش، والتلات اخوات مختلفين في بعض في ايه يعني. انا بتفرج بس حقيقي الفهم عندي مش عارفه ده مشكله عندي ولا ايه، بس انا مش فاهمه اي حاجه. بس لسه مكمله ولسه بتفرج عليه، برغم ان انا عرفت ان من السوشيال ميديا ان المسلسل متاخد كوبي بيست مثلا من فيلم او مسلسل حاجه زي كده. انا نفسي ان احنا نخترع وان احنا نكتب، وان احنا نكتب حاجات خاصه بينا، وان هي تتاخد مننا عشان مثلا تتعمل مترجمه بطرق تانية. يعني انا مثلا بكتب، انا بحب الكتابه جدا، نفسي في يوم من الايام مثلا اعمل روايه ليا، نفسي تعمل في يوم من الايام مثلا مسلسل، ده حلمي يعني. فببقى من جوايا ببقى ساعات نفسي، طب ما هو احنا ما في ناس كتير قوي بتعرف تكتب حلو، ليه ما بيعملوش مسلسلات من خيالهم؟ ليه ما بيكتبوش هم؟ بس انا برضو في نفس الوقت في حاجه كده مني بتقول انه يعني مش عيب لو احنا خدناها وصممناها بطريقه كويسه وعملناها بطريقه كويسه. مسلسل حضرة العمدة متفرجتش عليه غير حلقتين بالظبط، مش عارفه، بس انا حاسه مسلسلات كتير جدا مش عارفه اتفرج عليهم، وانا عندي بعد كام شهر امتحانات. انا عندي وجهة نظر، هو الناس متهيألي مش حابين المسلسل قوي بسبب الكاتب او السيناريست اللي عامل المسلسل. بس انا من وجهة نظري انه ايا كان اراءه وافكاره اللي انا ذات نفسي مثلا مش معاها، بس الناس كانوا رافضين المسلسل رفض تام بسبب انه هو اراءه وافكاره مش مترابطه معانا شويه. اسمه حضرة العمدة بتاع روبي. انا شايفه مثلا، انا مش عارفه هو بالظبط بيتمحور في ايه، بس انا بقولك اتفرجت مثلا على اول حلقتين 3 منه، وشفت مثلا هو بيتكلم في قضايا حقيقيه احنا محتاجين نتكلم عنها، لان في ناس لحد دلوقتي ما عندهمش الوعي الكافي انه يعرف مثلا ان ده غلط، انه ده مثلا بيضر، انه ده فاهمين. ان زي قضيه ختان الاناث، زي زواج القاصرات، فهو كان بيتكلم عن قضايا بالنسبه لي لا احنا محتاجين نتكلم عنها اكتر، بعيدا عن افكاره، بعيدا عن انتماءاته. انا عندي قناه على اليوتيوب، ليه ما اقعدش اتكلم فيها؟ وبكده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو. فلو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات الجايه، وكمان تكتبوا تحت كومنت لطيف وتقولوا لي ايه مسلسل السنه دي بتتفرجوا عليه في رمضان 2023. وبس، ورمضان كريم. انا ده تقريبا اول فيديو اعمله في رمضان، فرمضان كريم، واحنا خلاص في نهايته، احنا في ال10 الاواخر من رمضان. و بس